في أماكن بتعلمك الأرقام والحروف، وفي أماكن تانية المفروض إنها بتعلمك الحياة. بس لما اللي المفروض يكون درس عن الاحترام يتحول لدرس عن الخوف، يبقى السؤال هنا: يا ترى المشكلة في المكان، ولا في اللي جوه المكان، ولا فينا كلنا؟ مدرسة كابيتال بقت عنوان لحادث هز الناس كلها، لما خلاف صغير بين طالبات انتهى بعنف محدش كان متوقعه. الموضوع أبعد بكتير عن إنه مجرد شجار عادي، لأ، ده فتح باب الأسئلة الكتير جدا عن دور التعليم والأسرة في اللي حصل. ليه بيحصل عنف بين الطلاب في المدارس برغم إن الهدف الأساسي للتعليم بناء القيم والمبادئ؟ دي مدرسة المفروض أنا بتعلم فيها وبتكملني، بتكمل البيت، علشان برضو الواحد ما يجيش على المدرسة بشكل كبير. لا، المدرسة بتكمل البيت عليه العاتق الأكبر. بس عايزة أقول إن دور التعليم المفروض إنه يركز على الأخلاق وزرع القيم بجانب العلم، لأننا لما بنركز على النجاح الأكاديمي فقط إحنا بنهمش التربية. أيوة، المفروض يكون في مدارسنا في كده حصص عن الأخلاق والمبادئ، وإزاي إنك تكتسبها، وإزاي إن أنت تكون عضو نافع لنفسك وللحياة، إزاي تكون جميل داخليا قبل ما تكون خارجيا. لأن في كتير قوي بيجمل نفسه من بره لكن من جوه عنده مشاكل نفسية كتير. عايزة أقول لكم إن الحالة اللي حصلت في المدرسة دي والعنف اللي شفته على وسائل التواصل بيقول إن في مشكلة عند الطلاب اللي حصل بينهم الشجار، أو البنات اللي ضربوا البنت وتسببوا ليها في كدمات وكسر في الأنف. معقول؟ معقول؟ يعني احنا مشاكلنا زمان في المدرسة كانت أخف وأبسط، وكنا بنعمل ألف حساب للأستاذ اللي واقف في الفصل وماما. يا نهار أبيض، ده أنا أمي لما كانت تيجي تزورني في المدرسة و... وتعمل تشيك اب كده للمعلومات عني. حنان عاملة إيه؟ أخبارها إيه في المدرسة وفي الفصل بتاعها ولو حد اشتكى لها بقى مثلا أستاذتي ربنا يرحمها لو كانت توفت ويديها الصحة طول العمر، لو كانت لسه عايشة أستاذة جميلة، لو كانت تقول لها دي شقية، كانت ماما تقول لها كسري وانا جبس. بصوا الجملة دي عند جيل التمانينات كتير قوي، كسري وانا جبس. كنا بنعمل ألف حساب للبيت وللمدرسة، كنا بنبص للمدرس على انه بابا وبنبص للمدرسة على انها ماما. كنا حرفيا بنخاف ان هم يزعلوا. لا 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 لا. طيب مشكلة الأيام دي وولاد الأيام دي هم حرفيا محتاجين لبرامج توعية. احنا زمان، عايزة أعمل ربط ما بين زمان ودلوقتي، أنا كنت بتلقى المعلومة يا من البيت يا من المدرسة يا من التلفزيون اللي بيتحدد لنا نقعد نتفرج على ايه فيه. ما كانش في حاجة اسمها بقى انترنت وموبايلات في الايدين والكلام ده، لا 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 لا. فكانت المعلومة من ماما، من بابا، من أستاذتي، من أستاذي فقط. لكن ولاد اليومين دول لا، عندهم جرأة غير عادية واندفاع في مشاعرهم. أي تصرف كده تبص تلاقي فيه اندفاع عند الولد والبنت. فده بيتطلب من المدرسة إنها يكون عندها حصص توعية للولاد وللبنات، وإزاي إن هم يقدروا يتحكموا في مشاعرهم، في اندفاعاتهم، من غير ما يكون في عنف. انت لو تعرضت لمشكلة ازاي تتصرف فيها؟ انت المفروض ترجع للمدرس، ولو المدرس ما جابش حقك ساعتها بتتوجه لوالدك بقى في البيت او تحكي لماما، وماما هي تيجي تاني لإدارة المدرسة. احنا لازم، وفي حلول تاني كتير. انا لما بوصل اني احل المشكلة في المدرسة بين الطلاب ووصل لهم ازاي يتعاملوا في أي مشكلة تواجههم، هم حرفيا بيقدروا يواجهوا الحياة فيما بعد، والذاكرة عندهم بتخزن كل تفصيلة بتعدي عليهم.
فواجب كل مدرسة إنها تكون واعية قوي للنقطة دي، وتعمل حرفيا حصص توعوية، توعي تفهم. والله حتى الجامعات، يعني احنا بنتكلم على مراحل ابتدائي واعدادي، لا تعالي كمان في ثانوي، وتعالي كمان في الجامعة، نفضل لآخر مرحلة بنوعي ونفهم، علشان ما يحصلش خلل بكرة وبعده لما يطلعوا الولاد دول للحياة. هتلاقيه زي ما كان بيتصرف جوه المدرسة بتاعته، هتلاقيه بيتصرف في الحياة بنفس الطريقة. محدش قال له، محدش فهمه، محدش وجهه، محدش كلمه ان الفعل ده غلط، ان التصرف ده هيخليك بكرة وبعده تسيء لنفسك قبل ما تسيء للمجتمع اللي انت عايش فيه. وهنا فين بابا وفين ماما؟ فين دور البيت؟ البيت فين؟ طيب ايه دور الأسرة في منع الحوادث اللي بتحصل في المدارس؟ دور الأسرة مهم جدا جدا جدا، زي ما اتكلمت في البداية وقلت. خليني أقول إن الأسرة هي مصدر القيم والأخلاق، ولو كان في خلل في التربية ده بينعكس على سلوك الأبناء. بصوا بشكل واقعي أكتر، الأسرة لو مشغولة بتوفير الاحتياجات المادية، فده بيكون على حساب نفسية الولاد وسلوكياتهم. انت عمال تبني حواليهم بس مش بتبني فيهم، انت عمال تبني وتعيشهم في مستوى كويس وتوديهم مدارس وجامعات كبيرة، لكن انت ما بنيتش جوه الولد والبنت معنى القيم، معنى الأخلاق. انت وقعت فيهم حاجات كتير. طيب ليه مشغول عنهم؟ على فكرة، لما بتبني ولد أو بنت وبجد بتصلح تربيتهم، ده عند ربنا جميل قوي، عظيم قوي، لأن الإنسان ده بكرة وبعده هيطلع للمجتمع. هتكون أم في يوم من الأيام، وده هيكون أب في يوم من الأيام، وكل واحد فيهم هيكون في وظيفة. حتى لو الست ما خرجتش للشارع واشتغلت، هي في بيتها عايشة وظيفة، بتربي أولادها، بتحسن المعاملة مع جوزها. نفس الكلام الزوج، لما بيكون مهندس، دكتور، أيا كان مكانته، هو لو مبني صح، جواه صح، حياته بتختلف تماما، بيكون بجد جميل داخليا وخارجيا. طيب علشان نلحق ونتعلم من اللي بيحصل حوالينا، المفروض ان الاهل تقعد وتركز قوي على اولادها، او توديهم ورش تدريبيه علشان يتعلموا طرق جديده في التربيه، وازاي يقدروا يعيشوا المشكله، وازاي يقدروا يحلوها، وازاي يقدروا حتى يتجنبوها. فلو حضرتك مش هيكون عندك وقت انك تقعد وتفهم، وانت بتسافر وعندك شغلك وكله بيجري علشان المعيشه، خلاص، في اماكن بتعلم وتفهم اوكي. ولو ما فيش، نبتدي يكون فيه بقى، يبتدي يكون فيه ورش تعليمية بقى تثقيفية للولاد، بالذات في الناحية الأخلاقية، بالذات في ناحية التربية، المبادئ، السلوكيات. عايزة أقول لكم إن شغلي كله مع الأطفال على مدار السنين اللي فاتت كله كان قائم على تعديل السلوك. ابتدي احط الموضوع واطرح المشكله اللي ممكن تواجهنا، واقول للطفل ده انت ازاي ممكن تواجهها. ولما يتكلم ما بخليهوش يحفظ كلام، لا، ده يقول اللي هو لمسه. فابتدي اعدل عشان احس بالمصداقيه، لاني لو جايباه حافظ، مطلعه ولد مميز جدا، طب ايه، ما انا عايزاه يتعلم مني ويعلم اللي حواليه. احنا لو بجد مدركين للمعنى ده، هنطلع اولادنا احنا راضيين عنهم، ربنا راضي عنهم رقم واحد، واحنا ونفسهم. اصل بعد شويه هتلاقي الولد ده لما يكبر يقولك انت ليه معلمتنيش، ليه خليتني كده. هيرمي عليك كتير قوي، والله هيرمي عليك كتير. في يوم من الايام انا كنت ماسكه اكاديميه للاطفال، بس كانت مرحله كيجي. فالمرحله دي بالنسبه لي يعني هم ملائكه. اي تصرف يعمله الطفل في المرحله دي بيكون ما يقصدوش، بلا وعي. فلو لقيت في تصرف غير المألوف، يعني بعيد عن الشقاوة، وبعيد عن مثلا التنطيط، الحاجات اللي احنا عارفينها، يعني لو لقيت حاجة رعبتني، فكنت بسرعة أكلم بابا وماما، وابتدي أطرح عليهم المشكلة،
واقول لهم احنا عايزين نحلها، انا هحلها من ناحيتي وانتوا في البيت تحلوها من ناحيتكم، لان ما ينفعش انا ابني والبيت يهد، او العكس البيت يبني والدار التعليميه تهد. فكنت الاقي ولي الامر يستجيب، وده كان بيسعدني يعني. وكنت الاقي في ناس تستعجب، يعني تقول لك ايه ده، يعني حضرتك سايباني شغلي وجايباني علشان خاطر تكلميني عن عيل لسه في كيجي بيقول حاجه او بيعمل حاجه غريبه. في الوقت ده انا بديله انذار، بقوله لو ما اشتغلتش معايا على بناء الطفل ده انا مش مسؤوله عنه، واتفضل تعالى خد ورقه. فكان بيتعجب وبيشوف ان انا عندي مشكله بقى، يعني ايه ده، انا جايبه ابني وبصرف عليه وعلشان تيجي تقولي لي. انا ببقى عايزه اوصل للاب والام ان احنا، انا وانت مسؤولين، انت كبيت مسؤول وانا كمؤسسه تعليميه برضو مسؤوله عن بناء الطفل ده. فما ينفعش يكون في خلل هنا او هنا، احنا الاتنين بنكمل بعض. فلازم المدرسه تكون مسؤوله جزئيا عن اللي بيحصل. المدرسه على فكره مسؤوله عن توفير بيئه تعليميه امنه، مبنيه على الاحترام والانضباط. بصوا، لما المدرسة بتتجاهل علامات زي مثلا تنمر أو شغب، حتى لو كان طفيف، لأن ما كانش فيه إشراف كافي على الطلاب، ده بيعمل بعد شوية خلل، بيعمل كوارث زي اللي احنا شفناها. يعني لما البنت تأذي صديقتها بالشكل ده وتتسبب في مشاكل تدخلها المستشفى، ايه ده، احنا كان اخرنا نقول كلمتين بالبق كده وماما تيجي ومامة البنت التانية تيجي فتبتدي يتكلموا وبعد كده يصلحونا على بعض وخلاص. لكن ضرب يؤدي لدخول المستشفى وكسر للأنف، لا 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 لا. احنا محتاجين مدارس تفعل قوانين صارمة صارمة ضد التنمر وضد العنف. بس لازم قبل ما نعمل ده حرفيا، علشان برضو ما اجيش على الطالب اللي عنده خلل نفسي واذيه من غير ما اكون قدمت له الحلول. اقعد معاه واسمعه واشوف ايه المشكله وابتدي اتواصل مع البيت زي ما وضحت لكم يعني. لان احنا محتاجين طلاب يكونوا اقوياء داخليا وخارجيا. انا مش عاوزه ولد او بنت يكونوا ناقمين على المجتمع او يكونوا مفسدين لنفسهم وللي حواليهم. البنت اللي اتأذت هي البنت كمان اللي ضربت دي، ما هي اتحرمت من سنة تعليمية. ازاي بقى المدرسة ممكن تحول الحادثة دي لفرصة لتطوير نفسها؟ الأزمات بتكون فرصة على فكرة للتغيير. لما تحصل مشكلة كبيرة بنبص لها كده ان احنا محتاجين لتحسين. يا سلام لما الواحد ما يضحكش على نفسه ويواجهها، انا محتاج احسن. بس برضه علشان ما اجيش على المدرسة بشكل كبير في بيت حصل فيه مشكلة، فيه خلل، فلازم يكونوا الاتنين في بينهم كده تواصل. وتكون في تيتشر بتتواصل مع البيت علشان تحل المشكلة النفسية اللي عند الطالب. ممكن المدرسة دي دلوقتي تبدأ تشتغل على برامج لإصلاح الطلاب، بدل ما تفكر بس إنها تفصل طالبة. طيب ما احنا نشوف الخلل فين، نشوف المشكلة فين عند البنت دي، بس برضو لازم بالتواصل مع البيت. وعلشان ما يجيش بقى اي طالب يعمل شغب او يأذي زميله فيتحجج بقى ان هو عنده مشكلة نفسية، لازم يكون في قانون صارم. ما انا بحل عندك مشكلة، بس انت لو ما ادركتش ان انت بتأذي غيرك، لا، هيكون في قانون بس ما يضيعش على البنت سنة. انا برضو ده انا بطرح ده للمسؤولين علشان ما تحصلش المشاكل اللي من النوع ده تاني. نوفر بقى تدريب للمدرسين على إدارة الأزمات النفسية والتعامل مع سلوكيات العنف داخل الفصول. ما هو أنا لما أشوف إن في خلل حصل من بنت جوه الفصل وما عالجوش وعدي الموضوع، عامل زي قطع كده في قماشة فبيوسع كل شوية بيوسع. عالج عالج المشكلة بسرعة
قبل ما تلاقيها بقت مشاكل ما تقدرش تحجمها. طيب ليه؟ طيب ازاي ممكن نمنع حوادث التنمر والعنف اللي بقى موجود دلوقتي بين الطلاب؟ بصوا، رقم واحد ان يكون في بناء ثقافة مدرسية قائمة على التعاون والاحترام بدل المنافسة السلبية. ده الحل رقم واحد. أما الحل رقم اتنين، إن المجتمعات بقى اللي بتدعم الطلاب نفسيا تحسسهم بالأمان وترفع فرص نجاحهم وسلامتهم. احنا محتاجين برامج في المدارس زي معسكرات أخلاقية يكون هدفها توجيه الطلاب بشكل غير تقليدي، لأن أنت كبابا وكماما وكمدرس وكمدير للمدرسة أنت جيل، واللي موجود دلوقتي جيل تاني، فهو مش هيتعلم بنفس التفكير والتوجيه اللي أنت اتعلمت بيه. طيب أعمل إيه؟ لا، ده إحنا لازم بقى نبتكر طرق، علشان خلاص بقى في انفتاح قدام أولادنا بيجبرنا ان احنا هنمشي مع الانفتاح ده، ولكن برضو مش هنبعد عن القيم ولا المبادئ ولا الاخلاق اللي اتربينا عليها، ولكن هنعمل عارفين كده اللي هو تحديث، ولكن برضو في مبادئ وفي اخلاق وفي قيم وفي معاني بنغرزها في اولادنا، بس بشكل حديث. مش زمان كنا على فكرة لما يتقال لنا الكلمة بصوت عالي خلاص حاضر حاضر وبنسمع الكلام. ليه؟ خايفين. وممكن اطبق وانا مش فاهمه. دلوقتي مفيش حاجه اسمها الكلام ده. هتلاقي الطالب يبجح ولا البنت تقف قدام امها وتقول لها ليه؟ فهميني، اقنعيني. ما كانش في زمان فهميني او اقنعيني، كنا نقول حاضر حتى لو ما كناش مستوعبين. هو ده صح وغلط. الطبيعي ان انا وانا بوصل الرساله لابني سواء في البيت او في المدرسه اقنعه. انا بعلمه ليه بالشكل ده او ليه بكلمه بالطريقه دي. هو مطلوب مننا ان احنا نفهم ونقنع، بس لما نفهم ونقنع ونلاقي ان الولد اللي واقف قدامنا او الطالب مش عايز يستوعب، كده هو عنده مشكلة. فلو انا ملحقتش احل المشكلة هتبقى مشاكل، لان البنت اللي اتجرأت على زميلتها وضربتها وعملت فيها المشكلة الكبيرة دي، اكيد التيتشر لاحظت عليها حاجة، اكيد استاذها لاحظ عليها حاجه، بس عدى الموضوع وقال خلاص يعني هو انا اللي هصلح الكون. ممكن يقول كده، بس لا، ده واجب عليك ان انت بترجع للاب وللام وبتلفت نظر الاداره ان في خلل عندي، انا هلحق بسرعه احله قبل ما يتحول لمشكله ما نقدرش ان احنا نحجمها. ده المفروض. فخلينا النهارده ناكد على ان الاخلاق والقيم لسه موجودين، بس محتاجين بقى ان احنا نتعب علشان نغرزهم في ولادنا. بلاش ننشغل عنهم، بلاش نشوف ان في حاجات تانية اهم منهم. ابني في ابنك، ابني في بنتك، علشان انت لو انشغلتي في شغلك او في تجميع المال علشان تقدري تعيشي في كومباوند يعني مستوى كويس وماديا يبقى عندك رصيد في البنك، ده على فكرة مش وحش، وكلنا بنسعى ان احنا نعيش في مستوى كويس ويكون معانا فلوس برضو علشان نقدر نعيش في مستوى جميل. بس في الاساس ربي وابني وعلمي في ولادك قبل اي حاجة تانية. ولو لاحظتي ان في خلل اجري بسرعة. انت كماما في البيت لو لقيتي ان في مشكله وانت مش عارفه تحجميها، ارجعي برضو لحد يقدر يساعدك. ارجعي استشيري، اسالي. بصوا، الازمه الحقيقيه مش في حادثه حصلت وانتهت، لا، الازمه في اننا ممكن نفوت فرصه نفهم ازاي نبني جيل اقوى اخلاقيا وسلوكيا، لان الحل مش فصل طالب او عقاب مؤقت، الحل في تغيير نظرتنا للتربيه والتعليم علشان الجيل اللي جاي يحط خط تحت كلمه تسمى الانسانيه. معنى لو الواحد وقف عنده، انت جيل بتسلم لجيل. وزي ما احنا كلنا طالعين كده ومدركين، والامهات هتفهمني في الكلمه اللي انا هقولها دلوقتي، لما بيكون عندي ولد وبنت وعندي ما شاء الله 2 3، لما ركز على الاولاني ده، ابني الاول كده البكري، وافهمه واعلمه، انا برتاح. ليه؟ علشان اللي طالعين خلاص هيتعلموا من اللي انا غرسته في اخوهم. خلاص
ده بيعلم ده وده بيعلم ده، فلو حصل خلل في الجيل بتاع دلوقتي ربنا يستر على الأجيال اللي جاية. أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.